لما بطلع اتكلم عن شخصية بارزة في مجتمعنا ببقى مؤمن كويس جدا ان ربنا مطلع علينا وسمعنا. بطلع اقول شهادة حق وبنتقي جدا مواضيعنا. وشخصية النهاردة الكلام عنها شرف ليا بالتأكيد. اولا لانها شخصية بتنتمي لاهل الصعيد. ثانيا لانه اكتسب ثقة الجميع بأدائه المشرف وفكره الجديد. العفيف، ابن الصعيد الطاهر النقي السالك النظيف، ابن محافظة قنا، وعندما تذكر قنا كله يحاسب عمنا. لازم دقيقة صمت هنا. قنا بتاريخها المشرف على مر العصور. قنا العراقة والهيبة والقلب الجسور. قنا مصنع الرجال ومقبرة الأندال. الصعيد عزة النفس اللي ما تتهدش بكل كنوز المال. يا سيدي عبد الرحيم يا جناوي جاي لك تطبطب تسألوا عنه في الصعيد جابر خواطر كل العباد. ابن بلد متدين متواضع جدا وبسيط، مخه يوزن بلد وعشقه البلد جينات بتجري في الوريد. رجل وطني لأبعد حدود، واعي جدا للكلام والردود، وكلمته سيف أقوى من البارود. دغري وصريح، مش بتاع كلام متزوق ووعود. سياسي مخضرم وذكي، والفشل عنده طريقه مسدود. ليه دور مهم جدا وكله بالورقة والقلم والتقارير وشعلة نشاط في العمل العام. اكتسب ثقة الجميع، واقعي ومتمكن وملم بكل المواضيع. اي سؤال تسأله ليه هتلاقي الرد جاهز وسريع. جاهز لانه متمكن من ادواته وضليع. جاهز لان عنده خبرات كبيرة من زمان. جاهز لان الشفافية في قلبه عنوان. شاب صغير بس وجوده بيدي تقل لأي مكان. رجل في موقعه لكل تقدير واحترام. صريح، مش بتاع مسكنات وحوارات وأفلام. يوميا بيثبت إنه جاي يخدم، مش داخل المجلس ينام. ما عندوش فواتير تتسدد لحد، ده فعلا وبجد. مع الدولة وعارف فين المشاكل، واصل لكل الدهاليز. وماشي بمبدأ مهم جدا في حزبه اسمه المشورة قبل التنفيذ. ايده نضيفة وعينه عفيفة ومن قبيلة كبيرة وشبعان. قبيلة الأشراف اللي خيرها على كل البلدان وتاريخها محفور على الحيطان من قديم الزمان. كل همه يطور ويساهم ويساعد بقدر الإمكان. مؤثر وعنده رؤية ثاقبة ولماح، محبوب لكل الناس، وتاريخه من أيام الجامعة مليان مواقف وكفاح. بكم نستطيع أن ننهض ونستمر ونكمل المسيرة. بكم يا من تحملون نقاء النفس وحسن السير والسلوك والسيرة وقوة البصيرة. ودايما الناجح في بلدنا يا صديقي أعداؤه كتيرة، بس الراجل ده غالبا ما بيبصش وراه. والشجرة المثمرة بتدي دايما لله. عينه على بلده ازاي تكبر. ومؤخرا أفضل شخصية حزبية مؤثرة لعام 2000. قيمة وقامة كبيرة داخل جدران مجلس النواب. مؤسس ودخلت شفت ما تم إنجازه بعناية. طفرة إنشائية وملاعب عالمية بعد ما كان المكان مهمل وكل كشافاته مطفية من تحت لفوق. عندما تتحدث معه تجده مستمع جيد، ابن بلد راقي وذوق. من أول البسيط المتواضع ودايما مع أهله وناسه هتلاقيه بالجلابية ومتربي زينا كده على الطبلية. تعب واجتهد لحد ما بقى شخص مهم داخل أهم حزب موجود على الأرض المصرية. حاصل على شهادات ودراسات وتكريمات من أعلى المستويات. صعيدي صلب لا يهتز ويستسلم للأزمات. بيعرف متى يواجه ومتى لا ينظر للتفاهات. حتى في لحظات صمته دماغه شغالة وكل المعلومات والأرقام في مخه متشالة. ليه مليون أمارة ودليل. أصل واحد منهم بيخدم كل الناس ولا يحمل في قلبه كره أو ضغينة. نفس الزرعة ونفس الطينة. يتحدث بدون نفاق ولا رياء ولا مصالح. صادق مع ربه ومتصالح. والناس واعية بتعرف تفرق وتميز بين الصالح والطالح. الناس دي اشتغلوا مع الناس وللناس، ودايما خوف ربنا في قلوبهم هو الأساس. مستقبل الوطن أهم حاجة عندهم. مصالح الناس وتشريع قوانين تخدمهم وترفع من شأنهم. مستقبل رجل من قلب الصعيد كفاحه بيتباهى بيه كل المصريين. وقت الأزمة واجه وجابه كل جبان وخسيس. داعم قوي للدولة
ومؤمن جدا بكل انجازات السيد الرئيس اللي معاه حلت المشاكل من جذورها، تعمير ومشاريع عملاقه وشبكه طرق رجعت لنا الشمس ونورها، الرئيس اللي في وقت قياسي رجع لمصر شبابها وريادتها وعزز دورها، ورجعت الارض من تاني تخضر وتطرح بذورها. الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعده اللي اتنفذ للشباب بالتمكين، الرئيس اللي حط الشباب في المقدمه بعد تهميش استمر لسنين، ودرس ونموذج حي لكل المجتهدين. قصة كفاح طبع منها مجلدات ونسخ بالملايين. كل التحية والتقدير والاحترام، وإلى أن نلتقي صدفة دون ترتيب أو معاد. الفيديو ده يا فندم سرد الجزء بسيط جدا من رحلة عملاقة، رحلة للتأمل فقط ليس لجمل، ولا رحلة عطاء هتستمر سنين وسنين. هتستمر لأنك راجل تمام بتحب بلدك وشايلها جوه العين. والبركة دايما يا فندم بالشباب الواعي اللي على وطنه أمين. ودائما تحيا مصر، أمان الخائفين ودليل الحائرين ومقبرة الخائنين. تحيا مصر كلمة هنفضل نقولها من هنا ليوم الدين، ولا عزاء للحاقدين والشامتين.